الكل بيقول لكم الأبراج دي طيبة والأبراج دي حنينة. بس النهاردة في قناة النجمة بتحكي، إحنا هنقول اللي مفيش خبير أبراج تاني يجرؤ يقوله. النهاردة هنكشف الصندوق الأسود لكل برج. لو انت فاكرة إنك فاهمة خطيبك أو انت فاكر إنك عارف دماغ شريكتك، الفيديو ده هيخليكم تعيدوا حساباتكم. نبدأ ببرج الحمل. يا جماعة، الحمل مش بس عصبي، ده شعلة نار ماشية على الأرض. للرجالة، لو شريكتك حمل، إياك تحسسها إن كلامها مش مسموع، هتحول البيت لساحة معركة في ثانية. وللستات، راجل الحمل طفل كبير، بس لو قفش اهربوا فوراً. نيجي بقى لبرج الجوزاء. إحنا هنكلم أنهي شخصية فيهم النهاردة. الجوزاء ممكن يخليك تحبه في دقيقة ويكرهك في عيشتك في دقيقة تانية خالص. ملوك الجوستنج والهروب المفاجئ. مين فيكم جرب يقع في فخ الجوزاء؟ أما برج الأسد ملك الشياكة والظهور، بس يا ويلك لو ما كنتش هو محور الكون بالنسبة لك. للستات، راجل الأسد محتاج مدح 24 ساعة. وللرجالة، ست الأسد ملكة، بس طلباتها ما بتخلصش وعايزة دايما تبقى رقم واحد في حياتك وفي حياة الكوكب كله. وندخل على برج العقرب. العقرب مش خبيث زي ما بيقولوا، هو بس عنده ذاكرة فيل. لو غلطت في حقه سنة 2010 هيفكرك بيها النهاردة بنفس التفاصيل. العقرب ما بيسامحش، هو بيستنى الوقت المناسب عشان يرد الألم ألمين. لو شريكك دلو أو جدي فالله يكون في عونك. الدلو ممكن يختفي في كوكب تاني وهو قاعد جنبك، والجدي ممكن يحبك جدا بس يبان إنه بيحب الشغل أكتر منك بكتير. البرود ده بيجنن الستات وبيخلي الرجالة تحس إنها بتكلم حيطة. طبعا الكلام ده يزعل، بس دي الحقيقة اللي محدش بيقولها. دلوقتي عايزة أعرف، مين أكتر برج تعبكم في حياتكم؟ ومين البرج اللي فعلا مستحيل تقرروا تجربة الارتباط بيه؟ اكتبولي في الكومنتات قصصكم، وأكتر كومنت هيجيب لايكات هعمل عنه حلقة كاملة وأقوله إزاي يتعامل مع البرج ده بالظبط. ما تنسوش تعملوا لايك وفعلوا الجرس وشير للفيديو، وابعتولي الشخص اللي تقصدوه من كلامي النهاردة، وخلينا نشوف هيعمل إيه.